الأهمية العظيمة، وأن تمسكنا بهذه الشعيرة من أسباب النجاة بإذن الله. لذا حفظكم الله نحن بحاجة إلى توجيه وحث من قبل علمائنا على هذا الأمر المهم، حيث أن العلمانيين كشروا عن أنيابهم في أماكن كثيرة، ومنها ما يسمى بشارع الحوامل ظاهرا، وإلا فهو شارع التبرج والخنا والفسق الظاهر المعلن وبشكل يزيد وللأسف، وأهل الخير في غفلة عن هذا المنكر العظيم الظاهر. لذا نود حفظكم الله حتى الشباب وطلاب العلم خاصة للتحرك نحو هذا المنكر والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حتى قال بعض العلم أنه ركن سادس من أركان الإسلام، والخيرية إنما تحصل لهذه الأمة بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني كنتم خير أمة بهذه الأوصاف، بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قدم الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، والإيمان هو الأصل للدين بأهميته. وفي الحديث يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو ابتلعهم الله بعقاب من عنده. فلا بد للأمة أن تكون بهذا الأمر. قال: ولتكن منكم أمة، يعني لتنتصب أمة تقوم بهذا الأمر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على المسلمين أن يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة، وأن يتكاتفوا ويتعاونوا. والله تعالى يرد على الأمة النكبات والمصائب بسبب الأمر عن المنكر. قالت زينب رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا محمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعين الوسطى والسبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث هي المعاصي. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تعب. فالواجب على الأمة أن تقيم هذه الشعيرة وأن يقوم بها طائفة حتى يؤدوا الواجب، حتى تدفع المصائب والنكبات عن الأمة. وإذا كان هذا الشارع الذي يسمى شارع الحوامل في منكر ظاهر، قال الإخوان أن يكتبوا بيان واضح عن هذا عما يحصل في هذا الشارع، ويتصل بولاة الأمور، وولاة الأمور يبلغون، يتصل بالهيئات، رئاسة الهيئات الشيخ إبراهيم وفقه الله، ويتصل بالإمارة، ويتصل بوزارة الداخلية، وبلغون حتى يزال هذا المنكر. نسأل الله جميعا التوفيق والسلام. نعم.